لك سامي شبك شبك بتضل بتنق مثل الاولاد الصغار، اسا مرتي ومرتي اذا كل هالقد بتحبها ليش طلقتها؟ ايش الشغله بكيفي، الشغله بكيفي. هي كمان ما عاد تحملت انه انا بدي اعمل معها كل يوم ايزو ميزو. هلا مرتك اتطلقت لانه بتعمل لك اليوم ايزو ميزو؟ يخرب بيتها شو جد بقى، كل النسوان روح قلبها هالشغله. يعني انت بتفهمي بالايزو ميزو وبتعرفي الايزو ميزو؟ والله ما خطر ببالي انه بتعرفي هيك شغلات. ايه اكيد بفهم، ولما حكيت لك كذا مره مشان روح لعندك على البيت وما كنت تفهم علي. يعني هلا انت بدك تروحي معي على البيت مشان نعمل ايزو ميزو؟ عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، صايره وصايره بنروح لعندك على البيت، شو رايك؟ لك انت منين الله بعت لي اياكي؟ إيه ها؟ هذا الحكي اللي عليه علامات. ليش لا؟ بنروح بنعمل ايزو ميزو. تفضلي. لقيت لك وحده بتعمل معي ايزو ميزو اهم منك بمليار مره. خليكي ببيت اهلك. انا لو بعرف كان طلقتك من زمان. ولك دمرتيني، شليتيني، وجعتيني ظهري. يلا نقلي يلا معك. والله حرام عليك، يعني ما لازم تجاكره. بعدين بدي اسالك، هلا لما كنت تعمل انت وياها ايزو ميزو كان وجعك ظهرك؟ الله وكيلك كان منبرق ظهري. لك ما حس حالي بدي انشل. بس ومع ذلك قريت عن هذا الموضوع طلع مفيد. يعني قريت بكتب علمية وبحوث وقصص، طلع شغلة كثير عظيمة. ايه بعرف انه مفيد، اسألني انا. بعدين ما قلت لي امتى بدك تبلش؟ ولا لا تكون خجلان؟ لا، ليش الشغلة بدها خجل؟ فورا على الحارة، الحقينا على الغرفة. واخيرا صرنا لحالنا، تعال نقعد على التخت. لا ما بتزبط على التخت، هي حصرا لازم هيك على الواقف. على الواقف؟ اي. شكلك ما بتحب الرومانسية بهيك شغلة. طيب مثل ما بدك. اي معناتها ديري ظهرك، خليني انا ابلش بالاول. هيك. ايه بدي ظهري. طيب بس شوي شوي، ايه يعني بحب هيك الرواق. ماشي؟ ماشي. لا تخافي. ايوه افتلي هيك. ايوه قربي ايديكي هيك. ايوه يا سلام. لا كمان شوي. هذا هو. ايزو. بيتك شو عم تسوي هون؟ اجا دورك، قولي ميزو. بيتك. ايدي ايزو ميزو؟ هلا جايبني مشان تقول لي ايزو؟ هاي هي الايزو والميزو طلعت؟ هي انا ومرتي كنا نلعب ايزو ميزو هيك. يخرب بيتك، وانا ببالي شي ثاني. مو الحق عليك يا اجدب، الحق علي انا اللي رديت على واحد مثلك، قلت لي ايزو ميزو، اتفه عليك. ليش هيك تحولت؟ ما عملنا شيء، انا اللي بلشت بالاول، حقي. انا صاحب البيت. بس والله يمكن عصبت لانه انا بلشت بالاول. شو رايك حبيبي؟ كتير حلو البيت، حبيت عن جد انك مزوق. يا ستي هذا البيت رح يصير بيتك بس نكون لبعض طبعا. حتى العفش، ليك العفش كله جديد اشتريته. يا الله يخلي لي اياك يا رب، من قليل انا محظوظه فيه. دخيله انا. شو رايك فوت على المطبخ واعمل لك فنجان قهوه من تحدياتي؟ إيه هلا ما بدك تفوت وتعمل لي فنجان قهوه وتعذب حالك، فهماني عليك انا اللي بدك تحط لي اياه بالقهوه ما في داعي لإله. ما فهمت شو قصدك؟ يعني شلون شو قصدي حبيبي؟ جايبني على البيت ولحالنا ومنحب بعض وهالقصص، يعني ما بدها شو قصدك، مفهومه. والله ما فهمت عليك. واذا يعني قالوا اذا مو حاسس انه كتير شوق حبيبي؟ يعني شوف انا شو لابسه وطاقه من الشوق. هو صراحه يعني شوب كتير هالسنه، اجا يعني الصيفيه قويه شوي. مزبوط. ايه معك حق، هي قويه كتير. يعني مالك مشوب بهالثياب اللي لابسهم؟ هلا صراحه مشوب، بس يعني ما احلاني ايش تحت ثيابي مثلا. تخيلي ايش تحت ثيابي، يعني الشيطان ماما شو بكي. ان شاء الله الشيطان بياخدك بريحني منك، يخرب بيتك شو غبي. حبيبي انا عم اقول لحالي يعني كتير 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 شوب. طيب عندي فكره. شو رايك تفوتي على غرفه النوم، شغل مكيف وبوردة اذا شايفك مشوبه؟ هيك ها ريته ما يبلى اللي بيفهم. اسبقيني. الحقني. مو حاسس
حاسس حالك تأخرت علي شي 30 ثانية؟ اي معلش حبيبتي، هلا رح تسامحيني هلا بعد تشوفي الشيء اللي رح اعمله هلا. شوقتني أعرف شو بدك تعمل، شكله مختلف كثير. وانت اللي مشوبة؟ طبعا. رح تبورد كثير هلا. دقيقة. إيه لا بشرفك ما بوردتي؟ إيه لك حاسة حالي بالقطب الشمالي المتجمد. والله هواياتها حلوين. ايه كثير حلوين، بورد فيها لحالك، شو رأيك؟ وين رايحة؟ هاد اللي فهمته من كلمة مشوبة؟ شو بهيك هواياتها أحلى؟ عن جد؟ مو طبيعي، نسبة ذكائك مو طبيعية. والله حلوين. حلوة؟ ولا إلا ما بتستاهل حتى إني أضربك. لك وين رايحة؟ والله هواياتها حلوين. أنسة حنان، أنسة حنان، مين زعرنا الحلو؟ الله يسلمك، خلي لي إياكي يا رب. في قلبك، معقول انت عم تناديني؟ بنادي لك والله، وبصراحة أنت البنت الوحيدة بالبناية كلها اللي خرج تفهم علي وأطلب منها هذا الطلب وما أخجل منها، يعني بمون عليكي يعني. خير، بتأمرني أمر انت. لا استغفر الله، ما يؤمر عليكي ظالم. بدي إياكي شغلة 10 دقايق تروحي معي على البيت. أنا بدك يعني أطلع لعندك على البيت؟ أي والله يا جارتنا، وإذا الطلب فيه إحراج بروح لعند جارتنا فدوى. تنمحق فدوى، شو بدك فيها؟ بس ليش ما أنت تجي لعنا على البيت؟ والله على راسي يا جارتنا، غير مرة غير مرة. شو قلتي تيجي معي؟ يلا طيارة هوا. تفضل. أهلا وسهلا جارتنا. لك ليه عذبت حالك؟ ما كان في داعي، كنت أنا غليت لك إياها ودللتك. والله على راسي يا جارتنا، ما في شي من قيمتك. على كل حال هلا بنخلص القهوة وبتفوتي على غرفة النوم. لا أنا ماني سحبة مع المنبهات أبدا، بتعمل لي أرق. ليه؟ سلامتك، ألف سلام عليكي، بس نحن حبينا نقوم بواجبك يعني، ما حلوة. ما بحبها بالمرة. وين غرفة النوم؟ إيه غرفة النوم من هونيك، بس طولي بالك يعني نحن، طب بدك جيب لك شاي، جيب لك عصير، جيب لك... خلص ما في رسميات بيناتنا، قوم على غرفة النوم. ايه بنقوم على يلا. غرفة النوم. شوفي غرفة النوم. اهلا واهلا وسهلا، والله منورت. شوفي لأقول لك شغلة، ها بدك تعتبري بيتك وعز جوك وملعبك وترتيبك، فخدي راحتك انطلقي. وأخيرا اللحظة اللي بحلم فيها عالصمتي. يلا شو ناطر؟ والله ماني ناطر، ناطرك إلك انت. شو ناطرني أنا؟ يعني بشلح لحالي وهيك أنا؟ شوية رومانسية. طولي بالك عن الرومانسية، وشو انت شو على شو قصدك انت؟ كان شو قصدي؟ لحظة شوي مشان ما يروح مخك لبعيد. أنسة حنان طولي بالك، أنت مثل أختي وأعز. أنا مثل أختها وجايبني على غرفة النوم؟ طولي بالك بس خليني أشرح لك القصة. أنا بصراحة يا أنسة حنان إنه أنا عرسي بعد أسبوع، واللفاية اللي بتيجي بدها تنظف البيت دقيت لها مرضانة. قلت بمون عليكي، شفتك بالطريق بلكي بتجي يعني جارتنا أنت وما حدا غريب، بلكي بتعملي لنا تعزيلة للغرفة وبتزبطيها، مبين أنت عليكي حدا نظايفي وبيفهم بالذوق، فبترتبي لنا الغرفة ورواق. عم تحكي جد؟ يخرب بيتك مفكرني لفاية؟ طبعا عم بحكي عن جد، لكن شو مفكرة أنت؟ تضرب أنت واللي بدها تتجوز لك شو أنك واحد غبي ما بتفهم. شبه شو عملنا؟ الحق علي، أنا استفقدتك بهيك قصة، استفقدتك بهيك ثواب تكسبي فيني. أنا لو رايح شايف فدوى مو أحسن لي؟ والله فدوى ظريفة وأكابر أكتر منا وستايل أحلى منا وبتفهم أكتر منا. نروح نشوف فدوى.